قرص الأفران بدون حليب ولا سمنة. قرص الفطار بالسمسم والسكر. القرص دي اقتصادية ولذيذة، وإن شاء الله ناجحة وسهلة وبسيطة. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم إشعار بوصفاتي الجديدة. يلا بينا نسمي الله ونبتدي أسهل وصفة قرص. يلا بينا نسمي الله. تقريبا هي بتتكلم عن جمالها. يلا بينا. أول حاجة هنحتاج مكعب من الخميرة واللي وزنه 50 جرام. هننزل عليه بمعلقة سكر وكوباية مية دافية، وهنقلب عشان بس نتأكد ان الخميرة ان شاء الله تبقى شغالة معانا، وهنركنها على جنب. يلا بينا بقى نحضر 2 كيلو من الدقيق. ده دقيق مخبوزات عادي. هننزل عليه بنص كوباية من السكر وربع كوباية من السمسم الغير محمص، ودي معلقة ملح صغيرة. 2 بيكنج باودر او معلقتين كبار بيعادل 50 جرام من البيكنج باودر. هنميكس بقى. اللي هيسألني السمسم ده مش محمص لونه ذهبي ليه؟ ده سمسم ذهبي بيبقى اغلى واطعم من السمسم الابيض. ولما ندمج هننزل بالكوباية الخميرة اللي احنا عملناها ودوبناها بسكر، وهنرجع ندمج تاني. ممكن تقدري طبعا تستخدمي العجان او تعملي بايدك، المهم ان انا هزود كوباية وعجين، كوباية وأعجن. هي اخدت مني كوبايتين. وبعدين اول ما نلمها كده هنزل بربع كوباية من الخل، وبعدين لما تبدأ ان هي تنعم معايا كده هنزل عليها بكوبايتين من الزيت، بما يعادل 500 ملي من الزيت. وارجع اعجن، افضل اعجن فيها لحد ما تبقى ناعمه معايا قوي كده. انتوا شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ازاي العجينه دي ناعمه ومخدومه؟ مخدومه يعني واخده راحتها في العجين. طيب امتى اعرف ان انا عجنه تمام وكل حاجه معايا تمام؟ لما اجي اشدها كده وما تقطعش وما تعملش شباك. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، تفضل ماسكه نفسها. احنا بنسميها عامله عرق اللي ما يعرفش. شايفين بتمط ازاي؟ بتمط كلها قطعه واحده، ما تقطعش ازاي؟ يبقى العجينه دي واخده راحتها في العجن. هدهنها بقى زيت واغطيها واحطها في مكان دافي لحد ما تخمر كويس جدا. يلا بقى نعمل الحشو. هنجهز معانا معلقتين من الدقيق عليهم كوباية من السكر. هنميكس، ودي الحشوة اللي هي بتحشوة السكر اللي احنا هنحشي بيها القرص. هنركنها بقى على جنب ونيجي نعمل السمسم اللي احنا هنزين بالوش. هنحتاج كوبايتين من السمسم عليهم معلقتين كبار من السكر، وهنميكس ويبقى كده معانا الحشوة والحاجة اللي هنزين بيها الوش جاهزة. يلا بينا بقى نرجع نشوف العجينة. شايفين العجينة بعد ما خمرت وريحتها طلعت وفتحت من جوه؟ انتوا مش شايفينها بس انا بوريكم بس تعرفوا منين ان هي خمرت. نجهز بقى الصواني بتاعتنا او الصاجات بتاعتنا وندهنها زيت، ونبدأ ان احنا نركنهم على جنب، ونجيب الرخامة ندهنها بقى زيت، ونبدأ ان احنا نشكل العجين. بصوا هنعملها بالشكل ده، ويا ريت لو انتوا تقللوا حجمها شوية عن الشكل ده عشان تطلع معاكم صغيرة ومحندقة زي اللي بنجيبها من بره كده. خلصت كل الصاجات اللي عندي وكل الصواني اللي عندي، لان بسم الله ما شاء الله كانت كميه حلوه. شايفين اصلا بترجع تنشف، تنفش لما بترجع ترتاح بيرجع حجمها يزيد. فاحنا نعملها حجم صغير. هنجهز بس طبق فيه ميه من الحنفيه ونجيب السمسم والحشو. هنبدا ان احنا نفتح العجينه ونحط فيها من معلقه لمعلقه ونص صغيره من الحشو. هي معلقه ومعلقه ونص دي مناسبه جدا ليها، الحمد لله الحشوه ما كانتش زياده وما طلعتش بره. هرجع ان انا اقفل بالطريقه دي، بعدين هرجع اضمها على بعضها تاني. شايفين؟ ان شاء الله الطريقه تكون واضحه. هبل وشها ميه، وده ضروري. اولا بيطريها معايا، ثانيا بيخلي السمسم يلزق. طب انا ليه حطيت سكر مع السمسم؟ عشان يطلع لي وشها احمر وذهبي قوي زي ما بنجيبها من بره. شايفين؟ مفيش سمسمية بتقع، انا عملتها مفيش سمسمية واحدة وقعت في الصاج. هبدأ ان انا اضغط عليها بايدي كده عشان هرجع اقول تاني. لما بترتاح بترجع تنفش، لما بترتاح بترجع تنفش، وحجمها بيزيد. فاحنا لازم نخليها صغيرة، يعني نقلل حجم الكرة من الاول. وهعمل بالشكل ده تدريجيا كده لحد ما اخلص كل الكمية اللي عندي. كمية السكر والسمسم الحمد لله كانت مناسبة وكفت كل القرص. هحطها بقى في الصاج وارجع اسيبها تخمر تاني ساعة او ساعة ونص، ولازم اسيب فراغات لان زي ما قلتلك حجمها بيزيد وبتنفش وبتفرش في الفرن لما بتخمر. هدخلها الفرن على درجة حرارة 200، هتاخد معاكي 20 دقيقة ل25 دقيقة. تشغلي من تحت بس، ولو احتاجتي تشغلي من فوق تشغلي، ما احتاجتيش خلاص
حسب درجة حرارة فرنك. وبس كده القرص خلصت. ممكن تقدري تحطيها في الفريزر، قبل ما تيجي تستخدميها يعني وتاكليها، هتطلعيها بره شويه وتحطيها في الميكرويف. نتقابل ان شاء الله على خير في فيديو جديد.